في موسم الحج يجتمع ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم، مما قد ينتج عن هذا الاختلاط بعض الأمراض المعدية، ومن أهمها التهاب السحايا. ونقصد بالسحايا هو التهاب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي والحامية له. التهاب السحايا قد ينتج بسبب عدوى فيروسية، بكتيرية، أو أيضا فطرية، وتنتقل هذه العدوى عن طريق الرذاذ المصاحب للسعال، قد تنتقل عن طريق المخالطة أو عن طريق مشاركة الأغراض الشخصية. تظهر أعراض التهاب السحايا مثل ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الجسم، أو صداع شديد، أو قد يصل الأعراض إلى تشنجات في الجسم أو تيبس في الرقبة. لذلك ننصح في حال ظهور مثل هذه الأعراض بالتوجه مباشرة لأقرب مركز صحي. وللحماية من التهاب السحايا، أولاً وقبل موسم الحج الحرص على أخذ لقاح المضاد لالتهاب السحايا، عدم مشاركة الأغراض الشخصية أثناء موسم الحج، أيضاً أثناء المخالطة الحرص على لبس الكمامة. وفي حال ظهور هذه الأعراض التوجه لأقرب مركز صحي لحج صحي وآمن يبدأ بوعيك والتزامك.